السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد عبد الكريم. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نتعامل مع الأب انفنتور، سواء إن إحنا نشتغل عليه أونلاين أو إن إحنا ننزله عندنا على الجهاز ونشتغل من غير إنترنت خالص. تمام، تعالوا نبدأ بالخطوة الأولى، وهي إن إحنا نشتغل بيه أونلاين. نفتح جوجل كده عادي. برضه عشان أسهل عليكم أنا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بتاع إن أنا أفتحه أونلاين، واللينك اللي احنا نعمل داونلود منه برضه في ديسكريبشن علشان يكون الموضوع سهل بالنسبة لنا. فأول حاجة هنيجي هنا نكتب اب انفنتور. كلمة اب انفنتور، طبعا انت ممكن تكتب كلمة اب انفنتور أو تدوس على اللينك فهيفتح لك الموقع على طول. طيب دي الشاشة اللي تظهر لنا عشان نشتغل عليه أونلاين. هنيجي هنا ندوس على كريت ابس، هيفتح لنا صفحة تانية ونستنى شوية. هو كده طبعا عشان أنا مسجل بإيميل، فهو هيخش على يفتح التطبيق بسرعة على طول يعني. مش هيجيب لي لا، جاب لي الصفحة إن أنا أسجل بيها. فهاجي هنا يا إما أعمل بإيميل جديد، أو إن أنا لو أنا مسجل بإيميل أنا على جوجل أدوس عليه وهيفتح لي التطبيق بتاعي. طبعا هو هنا فتح لي التطبيق بتاعي. ده هيكون شكل التطبيق. طبعا هنا بيكون عندي هنا كلمة بروجكتس، وفي عندي كلمة كونكت، وفي بيلد. دول أهم ثلاث حاجات أنا أكون محتاج أستخدمهم. البروجكت ده علشان إن أنا أعمل بروجكت جديد، نيو بروجكت، أو إن أنا أجيب الحاجات القديمة اللي هي كل البروجكتس اللي موجودة عندي، أو إن أنا أروح لو أنا في بروجكت مسيبه على الكمبيوتر أقوم أفتحه من هنا، أو إن أنا البروجكت بتاعي سايبه على النت في مكان معين اسمه ريبوزيتوري أو اللي هو الجيت هاب، أقدر أجيبه من المكان ده. ولما اجي اعمل اكسبورت للبروجكت برضو من الحاجات دي. فهي كل الايقونه بتاع البروجكت دي مهمه جدا. خلينا بس نعرف الاول ان انا عشان اعمل بروجكت جديد جايبه من هنا، ادوس على كلمه بروجكتس وبعد كده اقول له ستارت نيو بروجكت. طيب ايه بقى كلمه كونكت ايبل؟ كونكت دي عشان اختبر التطبيق بتاعي على الموبايل. طبعا بيكون محتاجين ننزل على الموبايل تطبيق اسمه اي اي 2 كونكت. تمام، فهنا اي اي كومبانيون ديت لو انا دوست عليها يعمل لي كيو ار كود، اعمل له سكان من عندي على الكمبيوتر، فبختبره اثناء ان انا شغال في الكمبيوتر. يعني لو عدلت اي تعديل بسيط هيظهر عندي في الكمبيوتر. فبعد كده برضو عندي ايميوليتور في يو اس بي. احنا خلينا في الاي اي كومبانيون دي عشان دي اسهل واحده. طيب تالت حاجه عندنا هي البيلد. البيلد هنا ان انا ببيلد بحاجه بتاعتي، سواء ان انا اعمل جنريت، سواء ان انا اعمل البيلد دوت اي بي كي، وده اللي هو يقدر ينزل على اي كمبيوتر، او اللي هو اندرويد اب باندل دوت او بالشكل دوت. يبقى هو دول الشكلين ان انا اقدر اعمل له بيلد بيهم، فاقدر اشغلهم على على الموبايل بتاعي. طيب تعالى نفتح كده مشروع جديد، نقول ستارت نيو بروجكت. نسميه ايه؟ نسميه فيرست مثلا، فيرست فلو سنتر. بياخد وقت، عمل كده هيجيب لي الصفحة دي. فاجي انزل تحت وادوس على كونتينيو، هيبقى ده شكل الايه، التطبيق بتاعي. تمام، فكده دي الطريقة الأولانية اللي هي الأونلاين. طبعا لازم عشان. طيب تعالوا كده نبص على الطريقة التانية. بالنسبة للطريقة التانية هناخد اللينك اللي موجود عندنا في الديسكريبشن وناخده كوبي، نيجي نحطه هنا عندنا في الخانة بتاعة الايه، بتاعة جوجل، وأبدأ أنزله. طبعا هيفتح لي الصفحة دي اللي هي سورس فورس، ده مكان بيبقى فيه متخزن فيه حاجات، فايلات. هيبدأ هنا يعد لحد صفر، ويبدأ ينزل عندي الكود بتاع الفايل اللي هو تي اكس اي. بعد ما ينزل هيكون موجود عندي في الداونلود. هاجي افتح الداونلودز، يكون عندي بالشكل دوت. فهاجي اعمل ايه؟ هاجي اروح دايس عليه دبل كليك كده عشان ابدا انزل التطبيق دوت. فلما ادوس عليه دبل كليك هيبدا يفتح لي الصفحه دي، اقول له يس يس لحد ما ابدا اداونلود ليه الحاجه بتاعتي او الفايل بتاعي. وانا اقول له اكسبت وبعد كده نيكست، كده نيكست وبعد كده انستول. تمام. طبعا بياخد شويه وقت لحد ما يبقى انستول، يعني دي على طول يبقى كده الانستليشن خلص. طيب بعد ما نعمل الانستليشن ايه اللي يحصل بقى بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده نبدا نفتح التطبيق بتاعنا. طبعا ما يكون من غير الانترنت خالص نقدر نشغله. خلينا نجرب مع بعض دلوقتي.
وهنتكلم برضه هو اثناء هو بينستول كده ايه الفرق ما بين ده وبين ده. فكره في اللي هو الحاجات الاوفلاين، البرنامج الاوفلاين، انا لو ما عنديش انترنت اقدر افتح التطبيق وابدا اشتغل عليه، مش هكون مرتبط بنت. طيب ميزه بقى الانترنت ايه؟ ان انا بيكون عندي حساب على البرنامج نفسه، واي مكان في الدنيا سواء الكمبيوتر بتاعي او اي كمبيوتر تاني اقدر افتحه واقدر اشوف ايه، اشوف الحاجات بتاعتي. بص طبعا نكست، وبعد كده اقول له فينش، طبعا هيفتح على طول. اول ما اقول له لانش هيبقى بالشكل دوت. طيب عندي هنا دي الشكل اللي هو المفروض هيبدأ يشتغل بيه. اقول له ستارت ايفنت، وبعد ما كده اقوم فاتح الايه، المفروض ان هو يبدأ يفتح على طول. هو لو جينا هنا نكتب لوكال هوست، لوكال هوست، ندوس انتر. وطبعا هنا لو جاب لك المشكلة دي، هو كده معناه ان هو في حاجة، الجهاز حامي الجهاز ان هو ايه ما ينزلش حاجة معينة. فاحنا محتاجين نقول له ايه، لا ان هو يقبل اي حاجة تشتغل. طيب لو هو ما فتحش من الايقونة دي هنعمل ايه؟ هنروح نخش على الزيز بي سي كده زي ما شايفين. من كده افتح اللوكال ديسك، وبعد كده ادوس على اي اي اوف لاين، وهنا هاجي ادوس على الابلكيشن. بعد ما يفتح الابلكيشن احنا نقدر نعمل ايه، نيبل الحاجات دي، مثلا ديفلوب سيرفر بالشكل ده. هيبدأ يهيئ الجهاز بتاعي عشان يكونكت، و ستارت ايفنت. وطبعا هو هنا فتح اهوت. لو انا جيت خدت، شايفين الحته دي، خدتها كده كوبي، ورحت حطيته هنا على الجهاز، هيبدأ ايه، هيبدأ يشتغل معايا بالشكل ده. طيب انا لو عايز اعمل بقى اجي افتح بس هو الاربع تمانيات، ادوس انتر، فهيبدأ يشتغل معايا بالشكل ده. بالشكل ده. طب انا هنا ايه اللي محتاج اعمله؟ هو يفتح لي صفحه زي ديت، ابدا اعمل له لوجين باي حاجه تست، بس اكون فاكر ايه الحاجه ديت. مثلا ممكن اسمي اسمي @example.com واقول له دوس لوجين، عشان الايميل ده لو انا عملت بروجكت ودوست قفلت البرنامج او قفلت الصفحه دي وفتحتها تاني بنفس الايميل ده، اخش الاقي كل الحاجات بتاعتي موجوده هنا. نفس الكلام اللي موجود هناك موجود هنا بالظبط. هنا عند ستارت نيو بروجكت، واقدر اكتب البروجكت بتاعي، واقدر اضيف الباكج معينه، واقدر اعمل بيلد من هنا بالشكل ده. ان هو هنا مع البيلد نفس الكلام، ان انا بيلد حاجه واعملها داونلود عندي او اعمل كونكت بالشكل ده. ودي كانت الطريقه الاونلاين والطريقه الاوفلاين. استنى منكم ان انتوا تبعتوا الفيديو ده لكل الناس اللي قدوكوا في السن، وان شاء الله مع فيديو جديد ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.